الضيق، القلق، التوتر، الاكتئاب، الحزن، إلى غير ذلك من الأوصاف. هذا الهم ضيف ثقيل، ضيف ثقيل جدا جدا، يسكن لا في غرفنا ولا تحت الفرش ولا في المجلس جالس. المشكلة في الهم أنه يسكن القلب ويسيطر على العقل، حتى أن بعضنا أيها الإخوة والأخوات يعيش الآن ظاهر حياته جنة، فيلا وسيارة وعيال وراتب وخير وصحة، لكن هنا حزن يكاد يفجر صدره، وهنا هم يكاد يبدد ساعات فرحه. وقبل ما نبدأ عن الهم وعلاجات الهم وأسباب الهم، الهم ما هو؟ الخوف من الأمر المستقبل اللي بيحصل بكرة خايف منه، والحزن الخوف من الألم الماضي. يعني بعضنا يناظر قدام خايف، يتلفت وراء خايف، يا أخي متى ترتاح إذن؟ واليوم مضيعه. كثير من الناس حقيقة في زمن زادت فيه النعم، بيوت ومكيفات وسيارات وخير وملابس وطعام ومطاعم ورزق، ومع ذلك زاد الهم. وإني دائم أضرب مثال بآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا الذين كانوا لا يعرفون للهم طريقا، مو حامدين ذاكرين مسبحين مهللين، يصلون الضحى يصلون تالي الليل ويقرؤون ما تيسر من القرآن، يبكرون للجماعات وللجمع، حتى أن الأولين ما يعرفون رقات، مطوع عسل مطوع يقرأ على واحد في القرية في الشهر واحد يجي تعبان ينفث عليه. والآن لو خرج واحد قال أنا راقي، طوابير، وكل واحد فاتح صدره انفث علي، وكل واحد يشتكي الهم والضيق والحزن، خايفين من بكرة ومخوفنا أمس ومضيعين اليوم، وعايش بعضنا في هم وغم، بعضهم يزفر. يا أخي هدئ، أنت ما تعرف الحياة. أحبابي، هنا وقفة قبل أن أبدأ في الهم. أتدرون أن أهل الجنة أول ما يدخلون الجنة، أتدرون ماذا يقولون إذا اجتلسوا على الأرائك وتقابلوا وفي القصور وفي الدور ومع الحور ومع الأنهار والجنان، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ودائما مبتسمين ويتقابلون؟ ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لأن الدار الدنيا أصلها دار أحزان. واحد يقول يا شيخ كل ما طقيتها عجلة انقلبت عوجة، كل ما بغيتها تستقيم انقلبت علي. يا شيخ دنيا كدر، لم تأتي بشيء جديد، هي دار الكدر. هذه الدار الله ما أراد لعباده وأوليائه وأصفيائه أن يعطيهم في الدنيا شيء. الله جل الله ما أراد لعباده أن يأخذوا في جائزتهم وجوائزهم شيئا في الدنيا، إنما دار الكرامة في الجنة. الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. دار الهموم ما جمعت إلا فرقت، ما حلت إلا أوحلت، ما كست إلا أوكست، ما أنجبت إلا يتمت. لابد تفهمها عشان ترتاح. مشكلة بعضنا ما يبتسم، مهموم. الآن بعض الناس في غرفته ما طلع يصلي ومسكر عليه، ولما طلع ممطوط الشفتين، مسكوب الهم على وجهه، ضايق. لو تتكلم معه الآن، لو تقول له عندي نكتة قال بايخة قبل ما تقولها، تبي تسولف معه ما يسولف. لماذا والوجوه سكنها الهم؟ لماذا الضيق في الصدور؟ لماذا؟ والعاقبة بيد الله. والله إن أولياء الله المتقين الصالحين اللي صلى وقرأ وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ما يعرفون الهم، ما يعرفون الضيق. ليس لأنهم ليسوا بشرا، هم بشر، لكنهم يعرفون أنهم في دار الأحزان والأكدار، فيتعاملون مع همومها ومع أكدارها بما يجب لها دون أن ينقلوا إلى صدورهم شيء. نزل من الصدرك الهم، بس بشرط سنضع حلول. وقبل ما أذكر الحلول، في دراسة تقلق أي أحد، منظمة الصحة العالمية تقول من أعوام أن أكثر من حوالي 400 مليون إنسان على كوكب الأرض مصابين بالاكتئاب. بل في دراسة من الدراسات أن أكثر من 20 أو 30% من أطباء النفس اللي يعالجون الاكتئاب مكتئبين.
وأن كثير ممن يتكلم عن الفرح والسعادة مكتئب. وهذا اللي اسمه ديل كارنيجي أو كذا، هذا إن كان اسمه، الذي ألف كتاب دع القلق وابدأ الحياة، مات منتحرا. وأن أجمل دول العالم جمال مثل سويسرا وغيرها من الدول التي جمل الله أرضها وتضاريسها أنهار ومروج خضراء ومطر هتان وجمال الطبيعة الراقية، مع ذلك أجمل الدول في العالم وأغنى دول العالم على مستوى دخل الفرد في العالم هي تساوي أكثر دول العالم انتحارا. سبحان الله، كيف جملت حياتهم بالجمال الذي وضعه الله لهم في سيارات ومصانع ومروج وأنهار وخير وفنادق، ومع ذلك مكتئبين. يشتربون الخمرة في الغرب. ليه يشرب الخمر؟ يشرب الخمر بعضهم حتى ينسى، مع أنه ساكن في فندق 5 نجوم، وراكب سيارة ما أدري بكم، وساكن قصر، وساكن ما أدري إيش، ومطلات على أنهار، ومطلات على شلالات، ومع ذلك حط مسدس وراح يشرب الخمر عشان يغيب عقله. لماذا الاكتئاب يطوف الأرض؟ أنا متأكد أن اللي يقولون 400 مليون نسمة على وجه الأرض، أنا متأكد أنهم أكثر من مليار نسمة أكيد، لأن اللي ما راح للطبيب، يمكن هذه منظمة الصحة العالمية دراساتها أو إحصاءاتها على اللي زاروا أطباء النفس أو رجوا يفضفضون للمعالجين النفسيين، لكن اللي ما جاي يعالج ولا جاي يفضفض أكثر من العدد المقيد. طيب إذن الغم هذا والهم للمستقبل والحزن على الماضي، ويكون الإنسان مكبلا بذكريات أليمة وإرشيف ماضي ما له علاج، لا له علاج. ووالله الذي لا إله غيره لا علاج له بحق إلا في دين الإسلام. أولئك خوت أرواحهم خواء روحي، نعم كملت دنياهم، لكن أن عندنا رب، وعندنا رب عظيم سميع قريب مجيب رحيم رحمن ودود منان سبحانه وتعالى. أنينك إذا أن خرج منك الأنين آخر الليل سمعه. ولذلك من ذنون عندما عليه الصلاة والسلام عندما التقمه الحوت وهو مليم، ظلمة بحر وظلمة ليل وظلمة بطن الحوت، كان في غم ولا مو بغم؟ أنت يا المهموم. ذنون كان تحت الأرض تحت قاع البحر في ظلام الليل الدامس وظلام البحر الدامس وظلام بطن الحوت الدامس، فلما تمتم بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم. نجى ربي من الغم. أنت عندك غم ما هو بربع عشر 1% من غم ذنون، ومع ذلك فرج الله كربك، فرج الله كربه. إذن عندنا دين يجعل حتى الهموم عبادات. عجيب، الهم يكفر الذنوب، الهم عبادة. نعم والله الهم عبادة. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهنا على طاري الشوكة، أنا أقول لكل مريضة وكل مريض يأخذون حقن الأنسولين، اللي تأخذ إبرة الأنسولين واللي يأخذ إبرة الأنسولين، أبشرك كل غزة إبرة وكل ضربة إبرة تكفر الإبرة إلى الإبرة ذنوبك كلها الصغائر. إذا كانت الشوكة اللي ما نوطاها في السنين إلا مرة، أو بعضنا ما بعد وطى شوكة ناعم أكثر من اللازم ولا طلع يمشي حافي، هذه الشوكة التي لو أصبت بها في العمر مرة مرتين كفر الله بها من خطايا. كيف عاد اللي يدخل الإبرة في جلده وتحت بدنه كل يوم؟ أسأل الله يعظم أجر أمي حلوة اللبن اللي لها أكثر من 25 سنة تضع الأنسولين في بدنها، عسى أن يكون كفارة لها ولكل أم ولكل أب وكل مريض أن على فراشه أو يدخل الأنسولين في جسده وهو بيتغدى الآن، أبشر بالخير، والله إنها كفارة بشرط أن تحتسب. إذن ديننا حتى المرض له فائدة، ديننا حتى الهم له فائدة.
نعم، لأنك إذا اغتممت وهممت أو شلت الهم واحتسبت ذلك عند الله، والله إن ذنوبك الصغائر تحت. لذلك قبل أن أبدأ بالحلول، وترى أحبابي أحيانا أدخل الحلول مع بعض الأسباب لأنها منظومة، يعني أمر تام أو كامل نناقشه من كل طريق. ما سبب الهموم والغموم اللي الآن تفشت، وبعضنا زبون للأطباء النفسيين، ولا زبون دائم للرقاة الذين يرقون، مع أني لا أثرب ولا ألوم اللي يروح للطبيب النفسي يطلب العافية، ولا اللي يذهب للراقي يطلب العافية من الله. هذا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. لكن أحيانا لا الطبيب ولا الراقي ولا أحد في الأرض يملك تفريج الهم إلا الله، إذا كنت أنت أحيانا سبب الهم. ترى أحبابي الهموم اللي عندنا ترى نحن بعض الأحيان نحن سببها، أما ما فهمنا الحياة صح، فهم الدنيا خطأ. يبغى الدنيا، يقول أبغى الدنيا ما أحد يعكر صفوي، وأبغى أرتاح، وأبغى الهم يروح عني، وأبغى أضحك دايم، وأبغى فرفش دايم، وأبغى دائما ابتسامتي ما تروح عني، وأبي كل اللي حولي يحبوني، وكل اللي حولي ما يفترقون عني. يا حبيبنا هذا في الجنة مو في الدنيا. وين رايح أنت؟ هذه المواصفات الحياة هذه اللي قاعد تنشدها في الجنة هنا ما فيه، الله يحفظ. ولذلك هنا دار الأكدار، هنا أصبر على الهم والغم. من الأسباب، واسمحوا لي أبدأها بسرعة، إن من أسباب الضيق والهم هذا أيها الأحباب عدم معرفة العبد ربه. صدقون إن بعضنا ما يعرف ربي كما ينبغي. يعرف إن فلان عنده فلوس وبيسلفه، وفلان بيقرضه، وفلان بزوجه، وفلان بيوظفه، وفلان، لكن ما درى المسكين أن كل فلان وفلان وفلان لا يمكن أن يصلوا إليه السعادة إلا إذا شاءها رب العالمين. علاقتك بالله تخرج الهم من قلبك. ووالله أن في القلوب شعث، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، في القلوب شعث لا يلمه إلا معرفة الله. معرفة الله بأسمائه الحسنى، معرفة الله بالذل بين يديه، غاية الذل وغاية التعظيم وغاية الذكر. لا يمكن للنفوس اللي خلقها الله أن تطمئن إلا به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا من الحلول. من الأسباب اللي سببت الضيق والهم والغم هو عدم معرفة الله، وعدم الاعتقاد القوي بأن فارج الهم هو الله.